مشاهدينا ومستمعينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج صالون كريم. طبعا وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت وداخلين على رمضان، وكل سنه وحضراتكم طيبين. رمضان دايما يعني متعودين تسمعونا وتشوفونا بحلقات جديده وضيوف جديده ودايما بيبقى يعني ابرز الضيوف اللي بتبقى معانا من اختياراتكم، وكمان تكتبوا لنا يعني يكون معانا مين كل حلقه وبنحاول نلبي ده. النهارده انا معايا ضيفه متميزه شويه وعندها دقة في اختيارات أدوارها، بدليل ده اللي بنشوفه بعد كده بعد كل عمل بنشوفه على الشاشات. الفترة اللي فاتت كمان كانت متألقة ومتعددة مواهب، من مطربة لممثلة لموديل لحاجات كتير قوي. فرقة بنات وبس كان بصمة قوي قوي في مشوارها، وكمان دورها في صباح وكذب بوسي كان نقلة كبيرة وكان دور مختلف ليها. النهارده أنا معايا نجمة تحدد ظروف كتير وأعمال كتير شفناها بكذا لون، بصوتها بتمثيلها بكل حاجه. النجمه الجميله والكبيره، مش كبيره سنا كمان عشان ما نكبرهاش، هي جميله مقاما وفن. اميره فتحي، مساء الفل. مساء الفل يا ازيك؟ كريم. ازيك كل انت؟ سنه وانت طيبه. وانت طيب، ربنا رمضان يخليك. كريم عليك ان شاء الله الله، اكرم. يبقى ايامها كلها جميله عليك ان شاء يا الله. رب علينا كلنا يا رب. اخبارك ايه؟ تمام خليني الحمد قبل ما لله. يعني ابدا اي حاجه اقول لك وحشتينا ووحشتي جمهورك كتير جدا. والله ما وحشوني اكتر وحياة ربنا. يعني انا عارف ان انت متفاعله دايما في السوشيال ميديا، بس وحشوكي بقى يعني ناس وحشتك في التي في وفي المسرح وفي حاجات كتير قوي. والله فعلا هم وحشوني جدا جدا جدا، بس يعني ان شاء الله قريب قوي هيلاقوا حاجات كتير قوي. هو طيب انا كده كده مخلصه فيلم ومستنيه وقت عرضه، طبعا ده ما بيبقاش م. بايدي، ده معروف ان بقى انتاج. التوزيع م. والانتاج م. لكن ان شاء الله هبقى متواجده اكتر. وفي كليب لسه مصوراه لي بشرى حبيبتي، ايوه هي شايفين اللي ستوريات اخرجته وحاجات لي. حلوه كده مع اه بعض. هي اللي اخرجته لي فيعني ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في حاجات كتير طيب باذن الله. يا مسهل. ان شاء طيب الله. خلينا بقى نبدا، خصوصا لما بدات دلوقتي بشرى وكليبات وكده. يعني اميره عرفناها في الاول خالص كانت بطله كليب افرض، ايوه صح كده؟ صح. فاكره؟ ايوه طبعا فاكره. افرض. يعني خليني بقى ارجع كده بالذكريات معاكي انا شويه. لسه كنت عامله ترند بسببها لما نزلت صورتي ساعتها وصورتي دلوقتي. ايوه ف ايوه، الناس بقى يعني، وفي ناس كتير ما ايوه كانتش عارفه، يعني الجيل، في جيل كتير ما كانش يعرف ان انت موجوده في الاغنيه دي. ايوه صح. طيب لو هنرجع لورا بقى، اميره دخلت مجال الموديل الاول صح كده، دي وبعد كده حقيقة. التمثيل. دي احكي حقيقة. لي كده سريعا في برنامجنا النقله. هو انا قلته كتير طبعا، بس ما فيش امم مشكله اقوله في امم السريع. يعني هو انا اصلا كنت عارض ازياء، يعني انا ما كنتش بفكر امثل خالص. امم بس هي سبحان الله ربنا لما بيريد بيكون هو شايف خطك او الطريق اللي انت هتمشي فيه الصح. امم فكنت بعمل ده وانا صغيره في المدرسه زي اي حد، بروح فرق تمثيل وكورال وكل الكلام ده، بس مش في دماغك. بس عشان ما تخش كلاس يعني اه مش عشان انا بهرب بهوايه. ايوه. فكنت بهرب من الكلاس ان انا، لكن اكتشفت ان انا جوايا موهبه وانا مش حاسه من امم اول ما استاذ علي بدرخان شافني وخدني الاغنيه حكيم. انا كنت ساعتها قريت ازياء وبدات عملت الاغنيه. فجاه هو يعني لو يفتكروا كل الناس اللي فاكره ساعتها، كان اغاني كلها بشيلان كده وحاجات كده. كان ما كانش الوقت فيه فكره البنت يعني تطلع ممثله بالشكل. مم. فاستاذ علي طلعني بشكل تمثيل، كلها رياكشنات وش وحدوته لطيفه. فسبحان الله، يعني هي بقى من اللحظه دي بدا يجي لي بقى عود قال لك بقى التمثيل. يلا التمثيل. ايوه بالظبط. يعني حبيتي انك تخشي بعد كده التمثيل. اه طبعا، ما اه هو انا اول حاجه بعدها كان صعيدي في جامعه امريكيه. بالظبط بالظبط. طيب قولي لنا، لو اميره ما كانتش يعني موديل ولا كانت ممثله، كانت هتفضل في عائله الازياء ولا كانت هتشتغل حاجه ثانيه؟ هو اصل كده كده عروض الازياء يعني، او الموديل بتاعت الفاشن شوز دي بتبقى ليها وقت وقت معين معين. بالظبط. انا كان مم. دراستي ارشاد سياحه، مم. وانا بحب قوي الاثار وبحب الحاجات. والله فكنت هبقى كده، بس الجزء حلو طبعا جدا. بعد ما بقيت نجمه ممثله برضه. خلاص. بس يعني نجمه برضه في مجال. ايوه. يعني كنت هتكملي في السياحه لو ما كانش في اي حاجه لو بقى ما من الازياء. كانش كده كنت هبقى مرشده سياحيه. طيب لو طبعا بمناسبه كليب حكيم ونجمنا الغالي وافرض، فعملنا لك فقره بعنوان افرض. طيب تمام، ماشي. هنفرد بقى معاكي يلا حاجات كتير نفرض. قوي. لو اميره هنفرض يعني ان هي كانت عندها قوه خارقه دلوقتي، كنت هتعملي ايه؟ او هتحبي تكوني ايه؟ معاكي قوه خارقه في الوقت الحالي. قوة خارقة مم. يعني اكيد كنت هعمل اي حاجه لمصر الحقيقه. اي حاجه لمصر. اه مم. يعني هو هعمل اي حاجه لمصر، اي حاجه. مم. يعني فمش او للناس، يعني هيكون دماغي كده مش حاجه تفيد لنفسي. الناس تفيد مش ليكي الناس بالظبط خالص. كده، مم. او شعب مصر يعني. طيب هنفرض لو كنت منتجه، تمام، ايه النجم او النجمه اللي مش هتنتجي له؟ انا عارف مش هتقولي اسامي، مش لان هنتج بقى لهم. بصراحه
مش الفكره انه مش هيجي على بالي دلوقتي حد ما انتجلوش، يعني ممكن تقول ينتج له ماشي، بقى لكن ممكن مثلا تكون انت بتتابعي يعني الفتره اللي فاتت والفتره دي، فلو انا مثلا هبقى دلوقتي منتجه مش هنتج للشخص ده أو الشخصيه دي. والله ما في حد في دماغي، هي دي انت المشكله جراه يعني. ولا بتهربي؟ لا والله ما بهرب فعلا الحقيقه، ما عنديش حد طب في دماغي. هجيبها لك بطريقه تانية، مم. مش شرط نقول اسامي او حد في دماغك، بس هيبقى في صفات معينه هتمشي بيها. اكيد يعني ابقى عايزه حد اه موهوب، امم يعني مش حد شكل، يعني امم لو ولا راجل ولا ست، تبقى شكل بس. يعني مثلا في عادات هتعمليها، يعني مثلا هنتكلم مثلا عندنا احمد الفيشاوي، مم. منتجين كتير قوي لما تيجي تقعدي معاهم يقول لك احنا بنتعب قوي لما نيجي نعمل له فيلم او مسلسل. ليه؟ يقول لك عشان من كتر التاتوهات، فعبال ما يمسح الحاجه دي ويعمل فده بيتعبنا. فهل انت هيبقى عندك عادات مثلا معينه او مقياس للفنان؟ لا امم بصراحه، لان هو احمد ده ممثل مش عادي. طب هو نجم كبير، انا فاه لا، بتكلم ما هي يعني بعض المنتجين يقول لك انا بتعب هعمل جهد. حسابي ساعتها، ما امم عنديش مشكله خالص. طب مين اللي تقدري تنتجي له دلوقتي او حابه تنتجي له؟ حابه اظن بقى انتج ما له، هو انا عندي شركه انتاج اصلا، فانت طيب يعني بتقول السؤال هو. طيب والله ما يعني ناس كتير، يعني ناس كتير حابه انتج لهم، يعني من اول ايه، هنيدي، امم لان انا بحب الكوميدي قوي. مين تاني، احمد ادم. حبايبك دول. حبايبي طبعا، فناس كتير قوي ممكن اعمل لهم ده. طيب لو هنفرض ان في صفه في صفاتك مش حباها دلوقتي وعايزه تغيريها، هتغيري انا عصبيه، انا نفسي اغير العصبيه. برج ايه؟ كوس. مم. مم. يعني هو بيطلع وينزل على ما فيش طبعا بس لما خالص. بتقفل بتبقى لانه هو بيبقى صبور صبور صبور، وبيلاقي بقى اللي قدامه بيستنزفه، يقوم هو بقى طالع بقى كده، مم. بوظ الدنيا. افرض خلصت اوكي. وهلعبك لعبه سريعه كده اسمها فاكر ولا ناسي. اوكي. صح كده معايا والقهوه يا رب عشان صح صح، انا بشرب الاسئله. قهوه عشان ايوه احاول عشان صح. الاسئله ماشي. المره دي هتبقى صعب بقى. ماشي. يعني خصوصا لما احنا جبنا سيره النجم الكبير محمد هنيدي، فلازم نفتكر سعيد في الجامعه الامريكيه. اكيد طبعا. فذاكرتك قويه ولا ايه؟ هحاول. طيب اول سؤال بسيط قوي، فاكره اسمك في الفيلم؟ انا طبعا، لانه ده كان هيبقى اسمي قبل اسمي الحقيقي، يعني انا جدتي والله كانت عايزه تسميني امينه اصلا وسموني اميره. يعني انت اصلا كان انا اصلا طب ولما جالك الفيلم كان ايه، امينه دي صدفه ولا صدفه طبعا، صدفه؟ مش انا اللي طلبت، لا لا اكيد. يعني جت صدفه. طبعا فدي صدفه. كانت حظ. ده في صدفه اكتر، كمان فرقه بنات سكره ده دلعي اصلا، وبرضه جالي كده. يعني انت محظوظه اهو. والله هي الحمد لله. كانت نمسك بتيجي الخشب كده. نمسك الخشب. هي جت كده. خلف الدهشوري خلف. مم. تمام. تقدري تقولي الشاعر اللي قاله العبله اللي هي غادة عادل في الجامعه؟ يا نهار ابيض، تكري. ده صعب قوي. الشعر ده ترند لحد دلوقتي، ولما نيجي نرتبط او نبقى قاعدين مع واحده حلوه لازم نفتكر الشعر مش ده. عارفه انت فين يا عبله، حاجه ده كده في الاخر. لا. ده في اخر خالص. ما هو ده اللي طب اساعدك في فاكراه. اول جزء. قول. عرفت وفاج وحبيت وفاج وفاج وفاج. انت فين يا وفاج. انا هقول الكورال. ست الحته. انت فين يا ست الحته. طيب مشهد الدليفري اوكي. لما خبط على خلف الدهشوري وقال له دي شقه المعلم مم. ومراته الجديده. ايوه. المعلم كان اسمه ايه؟ لا انا عارفه هنيدي قال له انا مراته الجديده، انا كان ما اعرفش. والمعلم ده هو اول ما بص له لا اسم مراته صعب قوي، مش فاكره. لا اسم المعلم نفسه. المعلم. كانش مراته، ما قالوش اسم مراته، اسم المعلم. هو اول ما خبط كده قال له شقه المعلم كذا 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 ومراته الجديده، وما قال له انا مراته الجديده. لا صعب قوي يا كريم. طيب هو اسمه كان اسمه فوزي. ماشي. تمام انا برجع معاكم بقى. طيب الخناقه اللي قامت بين علي وحسين تمام وخلف دي كانت بسبب ايه؟ لما باع حاجه من حاجاته عشان راح يشتري. ايوه لما باع الكاسيت بتاعه، ايوه عشان يجيب كاجولو، عشان يكاجولو. طيب مين اللي شال خلف في الدهشوري في الخناقه؟ في الخناقه مين اللي شاله؟ على ما اعتقد طارق لطفي بتاعي. ايوه صح. حسين. كويس. ذاكرتها قويه، لا الذاكره قويه في فيلم حبيبي حسين ده، فلازم افتكر. طيب كان اسم منى زكي في الفيلم محمد هنيدي كان بيقولها ازاي؟ بيقول لها يا سجاده باين او حاجه كده، مش عارفه، بس هي كانت اسمها ايه بقى؟ سياده. زياده صح كده. سياده. زياده. لا اسمها سياده. لا سياده. انا بقول صح. ايوه هي صح كان اسمها سياده. لا بيرجع السؤال بقى جالي. ايوه. طيب اسم هاني رمزي في الفيلم؟ يا نهار ابيض ده كان الدم تقيل بالنسبه لهم طبعا.
لا بس هاني جميل لا بس طبعا ده نجم جميل. آه ما تغششهاش، ما حدش يغششها، مشكلة ما اعرفش حد ما غش. تغششهاش. ايوه سراج صح. يا أيوة. يعني يقول لك بتقولي لي طيب في كام اغنيه اتقدمت في الفيلم؟ كان في اللي هي ولا بنخاف وفي كاجولو، 2. والتالتة هي بقى اللي انا مش فاكراها قوي، بس هما كاجولو هم 4. انا بساعدك اهو، هم 4. لا انا مش عارفه بقى الاثنين التانيين مش فاكراهم خالص، هما دول اكتر اتنين فاكراهم. تمام. كاجولو ولا بنخاف. وانا بنخاف وشوكولاته. ايوه دي الناس كان ايوه دي لطيفه أوي. ومتأمرك ليه يا سوسو. ايوه بالظبط. طيب محمد هنيدي او خلف الدهشوري لما خبط عليك كان عايز ايه؟ كان عايز انت اديتي بصل. له رياكشن كده وما كان ردتش عايز عليه. بصل ايوه. كان عايز. انا كنت متنحه في طارق لطفي. ايوه. طيب ام خلف الدهشوري لما عرفت ان خلف نجح عملت له ايه؟ عملت صينيه بطاطس. يا لهوي ما هو حلو اهو. شفت اسئلتنا حلوه ازاي؟ والله لطيفه جدا. طبعا كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الام. وانت داخلين طيب على ربنا يخليك. ايام جميله، عيد الام وشهر طبعاً. المراه لا ورمضان. في شهر المرأة ايوه في اسوان. فيعني شهر كله مناسبات وخير، ويا الحمد رب لله. يا رب يعني يعودها الايام وتبقى ايام آمين يا جميله على كل ام مصريه وعلى كل ستات مصر طبعا. يا رب. اميره فتحي كامراه بتعاني من ايه او شايفه المراه محتاجه ايه الفتره دي؟ والله يعني هو مش المرأة بس، أنا مش شايفة المرأة بس، أنا شايفة إن إحنا محتاجين وعي شوية، محتاجين الأجيال الجديدة يبقى عندها ثقافة أكتر، محتاجين تعليم الحقيقة، يعني مش عارفة أقولها. محتاجين تعليم حقيقة، مش اللي موجود دلوقتي. مش عاجبك لا طبعا لا. من الجيل الجديد اكيد شايفه. لا وشايفه في حاجه غريبه من الامهات والابهات، انه ما بقاش فيه زي الاول. احنا اتربينا في حاجات بنتربى عليها وفي تربيه بجد، دلوقتي ما بقاش فيه كده. بحس ان هم بيسيبوهم اصلا يتربوا مع الدنيا، ما اعرفش انا بقيت حاسه كده. بالظبط كده. خلينا نتكلم بالظبط. الاطفال بيبقى عنده الام دلوقتي قاعده على الموبايل وبيبقى قاعده في الاوضه بتنادي على ابنها من الموبايل بالظبط كده، وهو نفس الحاجه قاعد في اوضته وماسك الموبايل، وبيبي عنده 4 سنين ماسك الموبايل. فبقت حاجه صعبه يعني، فبقيت حاسه ان ده من الحاجات اللي يعني المفروض يبقى فيه شويه يعني الاسره تبقى شويه بتعتني بده. ما ينفعش تبقى الحياه كده يعني. احنا عشنا برضو ان احنا عرفنا نبقى في اسره ونبقى مع بعض وملمومين. كان احسن وقت للاسره يقربوا من بعض، ما كانش في غير ان احنا نقعد في بيتنا. طبعا. فشايفه انت محتاجه الفتره يعني الناس محتاجه تعليم طبعا كده وثقافه تتغير طبعا شوية. وعي اكتر. زمان كان بيبقى فيه اعلانات وحاجات كتير قوي وبرامج مهمه جدا، حتى برامج الاطفال. احنا طلعنا على برامج بقلز وماما نجوى والحاجات الجميله دي، كنا بجد بنستفيد منها بجد مش هزار. وعمو فؤاد وحاجات كتير قوي كانت حلوه قوي يعني. فدلوقتي انا مش شايفه ان فيه اهتمام بده، بالعكس. اولها حلو صح. ده العمل المنتظر ليك ان شاء الله يكسر الدنيا. ده تم التصريح منك انه يعني يخص او بيناقش المراه صح؟ من قصص المراه. كلميني عن تفاصيل دورك وايه القضايا اللي بيناقشها الفيلم. هو هو فيلم يعني بسيط وخفيف، بس هو اجتماعي. هو بيناقش فكره العلاقه ما بين الراجل والست، وان ليه الراجل دايما بيكون بيكذب اكتر من الست يعني في العلاقات. انت واخده معلش بقى عشان عيد المرأة كده واخده الزاويه مع المرأة. بالظبط كده ده تصريح منك اهو. فهو بنتكلم في القصه دي يعني. هي بنت مترجمه ايطاليه وبتكون عايشه بره مع اهلها في الامارات، وبعد كده بتيجي تعيش هنا وبتلاقي بقى انه الحكايه يعني مش حقيقيه. يعني دايما بيكون الراجل بيكذب علشان عايز حاجه معينه، مش عشان هو بيحب بجد. كلمه حب دي بيقولها عادي لمجرد ان هو معجب واحده او ممكن يقولها لكذا واحده. بالظبط كده. وبنلاقي حل في اخر الفيلم. اكيد طبعا. اكيد بيكون حل. ده مفيش اي اخبار عن نزوله قريب؟ لسه مش عارفه والله يعني. بس لسه هو خلاص هو على يعني على النزول ان شاء الله. على العرض ان شاء الله ان شاء الله يكسر الدنيا وتجينا ونحتفل بيه. اكيد ربنا هيختار ان التوقيت شاء الله ونحتفل بيه ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عارفين طبعا ان اميره يعني ايه عندها صعوبه في تربيه جويريه صح كده؟ احنا عارفين ما شاء الله ان في جويريه ربنا يخليها لك. طبعا يعني ليه بقول صعوبه؟ لان زي ما انت قلتي من شويه ان احنا في ظل السوشيال ميديا والانفتاح المتقدم وفي المجتمع. فعايز اعرف يعني اميره ام جديده بتتعامل مع جويريه ازاي؟ اكيد برضو في نقطه ضعف، فاحكي لنا برضو ده لكل ام برضو وبتسمعك وبتشوفك. والله بص، انا الحمد لله رب العالمين يعني انا في نعمه كبيره جدا ان انا يعني انا لما جبتها انا كنت خايفه من التربيه لان كنت صغيره جدا. انا متجوزه صغيره قوي من ايام صعيدي.
فما انا صغيره ماشي اوكي، بس قصدي انه دايما بيكون كان سن الجواز اكبر شويه، كان انا متجوزه كان من بدري. صغيره، فكنت خايفه من مسؤوليه التربيه دي، فبصراحه انا ولا دعيت ربنا ان ربنا هو اللي يربيها لي. إمم. وكانت جمله غريبه جدا تلقائيه مني، ولقيت فعلا ان ربنا يعني بجد كرمني فيها اخر كرم. ما اولا شاء انا الله. بنتي شاطره جدا، ما شاء الله. وما شاء الله لا قوه الا بالله دايما بتطلع من الاوائل. ما انا شاء ما الله. كنتش كده خالص، انا ابعد ما يكون ما بتغيّر بحبش بقى، هي الدراسه. بترد لِك كل حاجة ما كناش فهي عاملينها. يعني ما شاء الله عليها دي ربنا حاجة، بلس إن هي لأ مش مدمنة سوشيال ميديا خالص، خالص. لا، لا. لا، لأ، في المعقول. إمم. وده من صغرها، لإنه أنا برضه حطيت شوية حاجات، يعني ما خليتهاش تدخل تعمل accounts على الفيسبوك أو الإنستجرام أو الكلام ده وهي صغيرة، سِبتها وقت شوية لمّا تكبر وتعمل ده. وفهمتيها قبليها إن حاجات الموضوع فيه كتير واحد، اتنين، وإحنا تلاتة. أصحاب إمم. أوي، فهو أنا شايفة إنه بجد التربية اللي فيها صحوبية إمم. بتفرق كتير، إمم. لمّا بتبتديها باحترام ما بيني وما بينها، إن أنا أحترمها، إمم. هي بيبقى في ما احترام تخبّيش بيننا عليكِ حاجة متبادل. وتحكي لِك. بالضبط، إمم. بالضبط إمم. كده، فهو ربنا ألهمني لده يعني، فالحمد لله يعني لأ ما كانش في صعوبة بالعكس، الحمد أنا لله. باحمد ربنا الحمد لله. ربنا يخلّيها لِك. ربنا يخليك. هنشوفها في داخل حابة مجال التمثيل والّا هي واخدة سكة تانية لأ هي بقى ما مختلفة؟ بتحبش التمثيل الحمد لله. مبسوطة. جدًا، إمم. جدًا لإنه مرهق جدًا، هي مش فكرة حاجة، الفن ده أرقى حاجة في الدنيا، يعني أنا مش شايفة إن عايزاها هي تشوفيها تتعب في أنا تصوير مش عايزاها تتعب، بالضبط إحنا إمم. بنتعب، بنشتغل أوقات لغاية 20 ساعة، ده كتير أوي بجد إرهاق، غير إنك بعد العمل بتبقى قاعد مستني عايز تشوف إمم. رد إمم. الفعل، عايز تشوف الحاجات دي، كل الحاجات دي إمم. مرهقة جدًا. مضبوط. مضبوط. فغير إنه طبعًا أنت بتبقى حياتك مستباحة زي ما أنت شايف على السوشيال ميديا، يعني أنا ليه هي تتعرض يعني الواحد بيسمع شتايم ويسمع حاجات مش لطيفة من البشر، وبتبقى حاجة صعبة، فأنا مش إمم. عايزة بنتي تتعرض لكل الكلام ده، بالعكس أنا حتى ما بانزّلهاش صور معايا، نادرًا لمّا بننزّل مضبوط. صور عشان مضبوط. ما حدش، لإنه مرة كان حد من صحابي نزل لها صورة وهي صغيرة، أنا بيبي وهي بيبي، إمم. صورتين كده جنب بعض، وكان غريب أوي الناس يعني ما عندهاش فكرة حتى إن دي طفلة، الكلام اللي كان بيتقال جارح وواجع، إيه ده؟ دول أطفال، يعني أنا بجد موضوع التنمر ده والأسلوب اللي إحنا بقينا عايشين فيه على الفيسبوك ده أو السوشيال ميديا عامةً، فكرة إن إحنا على طول سلبيين، سلبيين، بننتقد وبنتنمر، الحاجات دي بقت صعبة أوي، يعني أنا نفسي نرجع تاني بجد عندنا أدب وأخلاق. فعشان كده باقول لك ما بقاش في وعي زي الأول، بقت الدنيا كده سايبة كده كل واحد بيعمل أي حاجة، ربنا يقدّم فيه الخير الحمد ويخلّيها لله. لِك يا رب وتشوفيها أحسن الناس إن يا شاء رب الله. إن إن شاء شاء الله. الله. طيب عيد الأم جالِك هدية والّا لسه؟ لسه. طب إيه أغرب هدية جات لِك أو جبتيها؟ أغرب هدية إمم. جات لي إمم. آآ مش عارفة، ما عنديش حاجة غريبة يعني، لأ، خالص؟ لو لأ، كانت حاجة مثلًا بعيدة عن بالِك؟ لأ، هو العكس سبحان الله، ممكن أبقى أفكّر في حاجة وتيجي لي، والله! والله هي ربنا محظوظة، دايمًا هي بيعمل من معايا ما كده. شاء الله محظوظة من أول كل حاجة. هو كرم ربنا الحمد لله. وتوفيقه يعني الحمد الحمد لله. الحمد لله، لله. الحمد لله. طبعًا أنتِ يعني هنقول أنتِ غايبة شويتين عن الناس من 2017 صح تمام، كده؟ من المسلسل بتاع السرايا، آخر مضبوط. حاجة مع الأستاذ فعايزين سوسن نعرف بدر. هل ده بقى بسبب جويرية والتربية وكده والّا دي قلة الأعمال المعروضة عليكِ والّا بييجي لِك أعمال مش حاباها يعني؟ قولي لنا كده الغياب ما ده هو سببه إيه؟ أصلًا إحنا لو اتكلمنا هو عامةً إحنا السوق مش زي الأول، مش إمم. زي ما إحنا لمّا أيام ما كنا بنشتغل كان في عزّه وكنا يعني إمم. مش لاقيين سينمات من كتر الأفلام، إمم. دلوقتي ما فيش العدد اللي بيتعمل ده، فأنت لمّا بييجي لك عمل أو 2 ومش حلو، لأ أنا هاقول لأ وأقعد في بيتي، يعني أنا دلوقتي مش بتاعة انتشار، إمم. يعني أنا مش مرحلة انتشار، مضبوط. وأنا حتى في بدايتي ما حبيتش كلمة انتشار دي سبحان الله، أنا إمم. مختلفة في الحتة أنتِ دي. بييجي لِك العمل مقتنعة بيه وحاباه باخش باعمله، مش حاباه خلاص باقول لأ، إمم. يعني وأنا فاكرة أستاذ عادل إمام كان دايمًا يقول جملة حلوة أوي، يقول يعني قوي الإنسان اللي يقول لأ، لإن فعلًا إحنا بنحب شغلانتنا جدًا، إمم. وأكيد أنا حابة أشتغل وحابة أبقى مع الجمهور وحابة كل ده، بس مش هانزل وخلاص، إمم. لإنه الحمد لله رب العالمين رغم قلة أعمالي مش كتيرة، إمم. لكن الحمد بس لله بيكون مسمّعة لي مع بصمة، الناس، بالضبط سيدنا كده، الأركان يعني مش بالضبط حاجة يعني بوسي موجودة. ملاك الرحمة لغاية دلوقتي عاملة يعني حتى أمّا بالضبط. خدت الدكتوراه مؤخرًا بنتي لقيتهم بوسي بيقولوا ملاك بوسي ملاك الرحمة. الرحمة بقت دكتورة، فيعني ف ف ففي أدوار كتيرة علّمت مع الناس وحاجات بسيطة، فده بيبقى كرم من ربنا الحمد لله، فأنا راضية بده جدًا ما فيش وراضية عن زعل اللي أنا عملته. خالص. لأ أزعل إمم. ليه؟ لأ إمم. ليه إيه اللي يزعّلني يعني إمم. أنا بس بالعكس. بييجي لِك حاجات يعني الفترة دي بتقريها ومش حاباها مثلًا كأدوار، يعني أكيد في طبعًا، طبعًا. مش حابة طالما الدور مش لأ مقتنعة مش بيه. حابة، مش إمم. حابة مش حابة يعني. عشان الدور مش مكتوب كويس والّا أنتِ عشان عملتيه قبل كده والّا مش أوقات ده بيبقى في أميرة؟ حاجات متكررة، إمم. وأوقات تبقى حاجات أنا مش حاساها، ما هو أنا إمم. دلوقتي عشان أنت تصدّقني يا كريم لازم أحس والجمهور ال يصدّقني، الدور لازم بتاعي. أحس مضبوط. وأصدّق، إمم. فأنت هتصدّقني، بالضبط. لكن لو عملت حاجة كده عمري ما هانجح فيها يعني، فأنا ليه أعمل كده؟ يعني هيبقى تعب على الفاضي وإرهاق وساعات تصوير كبيرة وحاجات كتير ما لهاش أي لازمة، لأ،
انا بفضل اعمل حاجه تانية اصلا مكانها. مم. يعني غير اني اروح اضيع وقت في حاجه مش هتبقى فيها نجاح يعني. مظبوط مظبوط، ان شاء الله نشوف بقى حاجه قريب ان شاء تلفزيون الله ان شاء الله. باذن الله ان طيب شاء الله. عايز اسالك سؤال تاني، المفروض شايفه ان الزوج بيساند زوجته في شغلها؟ هل شايفه ان صح ان المخرج يساند زوجته في كل اعماله او في ايه كل اعماله؟ المشكله؟ انا بص مم. هقول لك حاجه. او انا ينتج لها؟ طبعا هقول لك حاجه. احنا مش عارفه ليه الموضوع ده بس ده طلع بيتعرض مؤخرا. لانتقادات ما كتير انا قوي. هقول لك حاجه، احنا عندنا ليلى مراد وانور وجدي، عندنا محمد فوزي وجميله مديحه يسري، عندنا كتير قوي على فكره. لو عديت لك هتلاقيهم كتير جدا اللي كانوا بيعملوا كده، بالعكس دول بينجحوا. هي الفكره ان بيبقى في نجاح اكتر. اكلمك بشغل الناس والسوشيال ميديا. اوكي يقول لك دلوقتي مثلا المخرج بيطلع زوجته في العمل واحنا مش حاسينها او بيفرضها علينا بالعافيه، ده اللي بيتقال دلوقتي، واكيد انت متابعه ماشي، ده. بس هم اكيد مش هيقولوا على واحده زي كده، او هيقولوا على مثلا مش غاده عادل كده، او في كذا حد. بس انا بتكلم خلاص بقى دول عموما، انت موهوبين. شايفه ان دلوقتي دي بقى بقى موضه بصراحه ما هو في ناس دلوقتي، بتعملها صح وما كده؟ بتبقاش مراته موهوبه اصلا. بس في هو ده اللي انا عايز اوصله معاك. تمام، بس عايزه اقول لك حاجه. بس شايفه ان المبدا ما فيهوش احنا اي حاجه. احنا ايه اللي شغلنا؟ ما هو في يوم من الايام هتقع، مش هتفضل. ما هي كده. هي الموضوع مش كده، اللي بيستمر هو الشاطر. الموهبه بالظبط ماليش كده. دعوه بقى بزوجي، يعني انا بالنسبه لي منتج، مثلا، مخرج. انا جوزي انتج لي فيلم اللبيس، ودخلنا عملنا الفيلم ده مع بعض مؤخرا. فيعني ما بينهم في فرقه بنات، وفي صعيدي، وفي صباح، في اعمال كتير وزازا، وكله وحاجات كتير قوي غير الدراما. انا بتكلم عن السينما، فكل ده انا عملته من غيره. موهبتي بالظبط كده. يعني بيه او فاللي عموماً. عايزه اقوله مش مشكله انه يبقى كل واحد بيعمل الدفعه دي لمراته او كده، في الاخر الاستمرار. بالظبط. بس كده. اخر فقره دي معانا، يعني انا مش عايزه اخلص، واحنا مش عايزين نخلص، الوقت الحلو يعني بيخلص بسرعه واحنا مش عايزين، عشان عارفين طبعا وقتك وانشغالك، واليومين دول يومين رمضان وتحضيرات رمضان، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم، ايه تحضيرات اميره؟ يعني العادات اللي بتعملها اميره كل سنه، روتين اميره بيبقى خلال اليوم بيبقى مختلف طبعا في رمضان على الايام العاديه. احكي لنا كده واحكي للناس الكواليس. والله انا يعني زي اي حد طبيعي جدا في رمضان. بالعكس يعني انا ما بحبش الخروج في رمضان خالص خالص قبل الفطار بعد الفطار خالص. لا يعني هو الجيم. انا الحاجه الوحيده انا بفطر حاجه بسيطه قوي، يعني ممكن سالاد كده على حاجه بسيطه قوي، انزل اروح الجيم اتمرن كويس قوي. بعد ما اتمرن برجع اكل بقى، اللي هو اكل ادب بقى وانا قاعده بتفرج على مسلسلات عن طريق بقى طبعا البلاتفورمز كده، عشان اقدر ان انا اشوفها في التوقيت اللي انا قادره اشوفه. يعني ما اقدرش اقعد اشوف التلفزيون طبعا، ضيع وقت اعلانات والقصص دي. فده بيكون فبتحس اليوم يا دوب ما فيهوش، هو اللفه نفسها. طب بمناسبه الاكل، ايه اكتر اكله بتحبيها في رمضان بتحبي تاكليها؟ لا بص انا ماليش في الاكل قوي، يعني أصلاً؟ انا اكتر بس واحده برضه يعني صيام كده، بس في يعني اوقات بيبقى فيه الرقاق بحبه قوي. مم. انا احب الرقاق، يعني دي من الحاجات اللي بحبها. بس يعني مش اكيله قوي، يعني باكل كده في البسيط، يعني مش قوي. طيب رمضان فطبعا شهر العباده والصلاه، وطبعا في مسلسلات، واكيد يعني اكيد اميره مخططه تتابع حاجه في رمضان، قول لنا يعني. بص انا متشوقه جدا. اول حاجه اشوفها هي الامام الشافعي خالد النبوي. اولا انا من الفانز بتوعه، يعني بيج فان ليه، بحبه جدا. بلس انه احنا مفتقدين من زمان ان كان دايما بيبقى فيه مسلسلات دينيه. بالظبط. فانا مفتقده الحاله دي في رمضان، فمستنيه، فعايزه اتفرج على الامام الشافعي. بالظبط كده، بالظبط. يعني دي من الحاجات. انا الباقي ما شفتوش لسه، ان انا كنت مسافره ولسه جايه، ولسه ما شفتش بقى البروموهات والحاجات دي، فلسه بس مخططه اكيد في وقت انك تحبي تتفرجي. ما انا بقول تتابعي بقى في رمضان ولا لا؟ في رمضان ما هو انا بخلص كل ورايا، ليا وقت لكل حاجه، واقعد اتفرج على المسلسلات اللي اكتر مسلسل مستنيه. بالظبط صح كده؟ بالظبط. طب عايز اسالك سؤال تاني، اميره مع عرض الاعمال اللي خارج رمضان تبقى سيزون دلوقتي، طبعا بتتفرج على طبعا وتشاهد بالظبط. بلاتفورمز دلوقتي بقت خلاص، بقينا كلنا بنتفرج على حاجات. يعني في كم مسلسلات نزلت ونجحت جدا، ما بقتش فكره رمضان دي انا مش شايفاها بصراحه. يعني شايفه ان السنه كلها لازم تبقى كده، يعني مش رمضان بس. فانا لا، انا مع يعني انا اتذاع لي كتير مسلسلات في بره رمضان ونجحت، زي الوان الطيف، وزي حاجات كتير قوي عملت نجاح وبره رمضان. نروح بقى لبرامج المقال. طبعا انا فاكر كان حلم بينهم، صح كده؟ زمان قوي. ايوه عمرو رمزي. ايوه. شايفه يعني النوع ده من البرامج، طبعا بنتفرج، عندنا رامز وعندنا هي رامز، بقت دلوقتي كل سنه بنتفرج على حاجات مقالب كتير مع البرامج دي. وهل الدب بيبقى فعلا عادي في الموضوع بشكل ده؟ مش كله
طب أنتِ كنتِ والله عارفة إن في لا أيام حلم والله بينهم؟ أنا ما أعرف، يعني أنا لمّا عملت حلم بينهم أنا ما إمم، كنتش عارفة، أنا رايحة مع خالص. صديق ليّا هو إمم، المُعِد، إمم، وعلى أساس إنه برنامج عادي، تمام. ودخلت وحصل اللي حصل، ولغاية آخر لحظة أنا ما كنتش متخيلة إن هو مقلب، إنه يعني بقى أنا اتفاجئت في الآخر، إمم. فلأ والله ما كنت أعرف بس فعلًا. دلوقتي بيبقى معظم الممثلين بيبقوا لأ عارفين، مش معظم، في ناس تبقى عارفة وناس صح لأ، كده؟ في ناس وممكن بيتقال لهم يبقى عادي. عارف وعامل نفسه مش عارف، بالضبط، صح كده؟ في عشان طبعًا، الbudget بس نكون في صُرحا، ناس بالضبط، بس آه، في ناس ما بتبقاش عارفة فعلًا. لكن وأنا يمكن عملت مع رامز كمان أول حاجات واللي كان فيه رامز قلب الأسد، عملت آه، آه، وبرضه ما كنتش أعرف، وده كان رايحة برضه أيوه، في ده كان الascenseur وكان للأسف مدير أعمالي متّفق معاهم، يعني هو ده الإفيه اللي إن هو اتفق عليّا، يعني هو إحنا رايحين على أساس إن إحنا نعمل برنامج مذيعة لبنانية وحاجة كده، مش رامز خالص. آه، ف ف بس الحمد لله إنه ما طلعش في البرامج التانية، إن أنا بصراحة ما أقدرش أستحمل الحاجات اللي بيعملها يعني رامز. رامز حلم بينهم، أنتِ أميرة ما كانتش عارفة أي حاجة لا، خالص لا، في لا، لأ كواليسهم خالص، وتفاصيلهم لأ خالص. خالص والله. آخر سؤال هاسأله لِك، أميرة مفتقدة إيه أو إحنا مفتقدين إيه في رمضان، ما بين زمان ودلوقتي؟ لأ هو رمضان يعني زمان غير طبعًا جدًا يعني. مفتقدين إيه؟ يعني محتاجين يعني بعد الكورونا باحس إن الناس خلاص بعدت عن بعض، ما بقاش في زي زمان، إن إحنا نبقى أُسَر كتير ونفطر مع بعض والحالة دي ما بقتش موجودة للأسف يعني، وكل مدى بقى في توحُّد أكتر، مضبوط، فإحنا مفتقدين طبعًا اللمة والحياة اللي كنا بنعيشها زمان، موضوع مفتقداها تاني جدًا. طبعًا جدًا، أنا طول الوقت عندي نوستالجيا يعني طول الوقت يعني باحب السنين اللي فاتت والحياة اللي فاتت، دلوقتي لطيف وكل حاجة، بس لأ القعدة كل مدى أكتر، كل ما التكنولوجي بتزيد كل ما المشاعر بتروح، بالضبط. فأنا مشكلتي إن أنا إنسانة باحب المشاعر جدًا، فما بقاش موجودة يعني ما بقاش زي الأول، كل حاجة بقت سريعة، كل حاجة بقت كده غير ما لهاش طعم زي الأول، ما أعرفش، ما بقيتش أحس كده بصراحة يعني. كلنا، هو مش أنتِ بس، يعني كلنا حتى مفتقدين. الولاد اللي طالعين الصغيرين بيقولوا لمّا يشوفوا حد كده يقول لك ده ملزق، إيه يا جماعة اللي بتقولوه ده؟ هو الإنسان اللي عنده مشاعر يبقى ملزق إزاي يقول لك أنت ملزق بتقول يعني؟ إيه وإيه كلمة آه. باحبك كتير دي فبيطلّعوا حاجات بالضبط، غريبة أوي، بالضبط، يعني الموضة مع الجديدة، إنه بالضبط، الكلمة الحلوة دي حاجة جميلة، بالضبط. يعني الكلمة الحلوة دي بتأثّر في البني آدمين يعني، فبقى في حاجات غريبة كده يعني، بس تمام متعايشين. يا رب، يا رب يبقى خير. هنحتفل بالكريب إن شاء الله إمتى؟ إن شاء الله قريب، هُم بس بيضبّطوا شوية حاجات فيه وهينزل قريب إن شاء يا الله، رب إن إن شاء الله. شاء كل الله. سنة وأنتِ طيبة، وأنت طيب يا كريم، نورتيني ميرسي. وشرفتيني، يا رب أكون أنا كنت ضيف خفيف عليكِ لا، لا، وتبقى حلقة جميلة. أنت جميل وأسئلتك تسلمي لي، جميلة، تسلمي لي. وشكرًا ليك وللمستمعين أنا والمشاهدين هاسيبِك بقى مع المستمعين والمشاهدين تهنّيهم وتقولي لهم بقى كلمة وأنا كده دوري انتهى معاكم، باشكركم وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة. رمضان داخل علينا بمفاجآت وأعمال كتير وهيبقى معانا ضيوف يعني حصريًا في برنامج صالون كريم على برونتو FM وبرونتو FM TV. هاسيبِك بقى مع جمهورِك ونورتيني. ربنا يخليك، ميرسي. قولي لهم بقى كلمة. هاقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، شهر الخير وشهر البركة والحاجات الحلوة كلّها، إن شاء الله يا رب يبقى شهر كريم علينا كلّنا وكلّنا نبقى في أحلى حالاتنا وفي روحانيات عالية جدًا مع ربنا، وربنا يا رب يجعل مصر وشعب مصر أسعد الناس، وده ثقتي ويقيني في ربنا، لإنه ربنا بيحب البلد دي أوي، وأنا فخورة إن أنا مصرية، كل سنة وأنتم طيبين.